عقد مؤتمر صحفي في مدينة الحسكة حضرها العميد حسام العواك الذي أعلن انشقاقه عن الجيش الحر، وذلك بحضور عدد من قادة قوات سوريا الديمقراطية. أعلن فيها العميد حسام العواك نائب قائد تجمع ضباط الأحرار ومجموعة من الضباط الشرفاء انشقاقهم عن بقايا الجيش السوري الحر، وذلك لأسباب عدة، منها قيام كيانات الجيش السوري الحر المدمجة بإشراف الإخوان المسلمين بإرهاب المدنيين وإجبارهم على التطرف لصالح تركيا. ولكن بعد دخول الاحتلال التركي الغاشم كان لابد أن يكون لدينا ردة فعل أكبر وأقوى، ولدينا كان تواصل مع أخوتنا في قوات سوريا الديمقراطية مع القيادة، وكان هناك يعني تشجيع لنا على الانضمام، وخاصة أن نلتقي معهم بالفكر والعقيدة والأهداف. واليوم أتينا وإن شاء الله سيكون هناك عمل مشترك في الأيام القادمة. علي السقف تبع أردوغان وصار في تهديد بالنسبة لكافة المكونات وكافة العلاقيات داخل سوريا، فكان لابد لنا أن يكون هناك تحالف، ووجدنا أن نتفق بالأهداف، وخاصة أننا تنظيم علماني ديمقراطي، ليس شعارنا الدين لله الوطن للجميع. فكان هناك اللقاء مع اخوتنا في قوات سوريا الديمقراطيه، ولقينا طبعا لما احنا اجينا لهون لقينا نفسنا بين اهلنا واخوتنا، وانا كثير مبسوط وسعيد بوجودي مع اخوتنا في قوات سوريا الديمقراطيه. أوضح الناطق الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية العميد طلال سلو عن استمرارهم لتوحيد كافة الفصائل والمكونات ضمن قوتهم، ونوه إلى تدخلات الدولة التركية في شؤونهم وأعمالها التي تهدف إلى ضرب وحدة سوريا. مكونات المجتمع السوري من كرد وعرب وتركمان وسوريين أشوريين، واستمرينا بعملية التوحيد حتى مع مستوى الفصائل العسكرية. نحن كم العديد من الفصائل انضمت لنا من باقي المكونات بعد عمليات التحرير اللي قمنا فيها، خاصة المكون العربي أكثر من 90% من القوات اللي انضمت لنا من المكون العربي، في 10% تقريبا من المكون التركماني. هذا إن دل يدل على أن رغبة أبناء الوطن في أن يكونوا من ضمن قوات سوريا الديمقراطية. هي قوات وطنية، لا يحق للأتراك التدخل أو حتى يضعوا إملاءات خاصة فيهم على قواتنا، أو اللي هي تعمل إلى القضاء على الإرهاب وتنظيم داعش الإرهابي بشكل خاص وتحرر أرضنا وشعبنا. بعد مرور سنة على تأسيس قوات سوريا الديمقراطية والإنجازات الضخمة التي حققتها على الأرض السوري، ودور الفصائل والقوات المشاركة في تحريرها وبصد الهجمات الإرهابية، صرح لنا الناطق الرسمي لوحدات حماية الشعب ريدور خليل. كل تأكيد بعد مرور سنة على تشكيل قوات سوريا الديمقراطية حققت العديد من الإنجازات والانتصارات الكبيرة والضخمة في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، حيث لعبت وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة الدور الفعال والمركزي في تشكيل هذه القوات في البداية، وفيما بعد ازدادت حجم الفصائل والكتائب والجهات المنضوية إلى قوات سوريا الديمقراطية، وهي في حالة ازدياد مستمرة. كما أن من خلال تشكيل قوات سوريا الديمقراطية استطاعت إلى الآن أن تحرر ما يزيد عن 20,000 كيلومتر مربع من الأراضي التي كانت تخضع لسيطرة تنظيم داعش، بالإضافة إلى العشرات من المدن والآلاف من القرى ومئات الآلاف من الشعب السوري الذين كانوا يعيشون على هذه الجغرافيا، ابتداء من مدينة الهول ومدينة الشدادة وجبل عبد العزيز جبل كزوان وسد تشرين وانتهاء بمدينة منبج. يعرف أن قوات سوريا الديمقراطية التي تأسست قبل سنة استطاعت خلال هذه الفترة الوجيزة كسب الكثير من المكونات والفصائل والقوات إلى صفوفها والعمل على دحر الإرهاب وبسط الأمن على الأراضي المحررة.